تحياتي. النهاردة هنعمل خلية النحل بحشوة الباستري كريم، والحشوة دي ممكن نستخدمها في حاجات كتيرة قوي، حلويات نحشي بيها. اول حاجة هنجيب كوباية من اللبن الدافي، ولازم يكون دافي مش سخن ومش ساقع، عشان هننزل فيها بيضة، والبيضة ده لازم يناسبها الوسط الدافي ده. وبعد كده هننزل بربع كوباية من السكر السنترفيش، وشوية فانيليا، ومعلقة كبيرة من النشا. هنقلبهم كويس قوي على البارد قبل ما نرفعهم على النار، عشان نتأكد ان المكونات كلها امتزجت. وفي نفس الوقت انا قبل ما ارفعهم على النار هاخد شوية على جنب من العجينة السايلة، من الكريمة السايلة دي وهي سايلة كده، عشان هضيف لها بعد كده كاكاو، وهحطها على النار وهقعد اقلب فيها لحد ما تخلص كده وتبقى بقوام المهلبية. وبعد ما تطلع هغطيها، ضروري تتغطى عشان بتعمل قشرة وبتنشف. وعلى المقدار السائل اللي انا اخدته هضيف له معلقة من الكاكاو عشان تبقى حشوة بالشوكولات. وبرضو هرفعها على النار وهقلب فيها كويس لحد ما القوام بتاعها يتقل ويبقى برضو شبه قوام المهلبية. ونفس الوضع هغطيه لما يطلع عشان ما يقشرش. نروح بقى نعمل العجينة بتاعة خلية النحل. عبارة عن كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة ملح، ومعلقة صغيرة من الخميرة، مع معلقة سكر، مع بيضة، مع معلقة كبيرة من السمنة، و3 معالق من الزيت. وهنحط نص كوباية من اللبن الدافي، واللبن هنا ما تحطيهوش كله، حطي واحدة واحدة، يمكن المقدار ما ياخدش منك كل اللبن. وبعدين هنلم العجينة كويس قوي، نعجنها كويس قوي. وبعد ما تتعجن هنقسمها لجزئين، جزء هنخليه كده لونه فانيليا ابيض، والجزء التاني هنحط له معلقة كاكاو مع معلقة لبن كده، عشان يبقى عندي الشكلين، الفانيليا والشوكولات. وممكن ما تحشيش على فكرة خلية النحل دي بالباستري كريم، ممكن تعمليها سادة، وممكن تحطي فيها شوكولات بس، زي ما تحبي. انا بأديكي افكار وانتي حرة تعملي اللي انتي تحبيه. بعد ما عملت عجينتين، واحدة فانيليا واحدة شوكولات، هبتدي بقى اسيبهم يتخمروا تاني. وبعد ما يتخمروا هجيب بقى دي الكريمة بتاعة الباستري دي، عملتها على قد الكور عشان احشي بيها الكور بتاعة خلية النحل. هجيب قطعة قطعة وهحشيها كده من النص، الكريمة بالكريمة والشوكولاتة بالشوكولاتة، وهكورهم وهحطهم في الصينية، وهحطهم ولزقهم كده، اقعدهم جنب بعضهم عشان لما العجينة هتختمر هيلزقوا في بعض، وهيملوا الصينية وهيبقوا عاملين زي شكل الخلية بتاعة النحل متماسكة. وهدخلهم فرن حرارته 170 رف اوسط، اخدت مني نص ساعة. ولما تطلع هلمعها كده بمربى او بعسل واقدمها، وبس كده. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.